أهلاً، أنا نور، والنهاردة هحكي لكم قصة فاطمة. أصعب حاجة في الحياة هي لما سنتك بتعلى شوية بشوية وبتبدأ تلاحظ حاجات كنت بتدعي كل يوم ترجع زي الولد اللي عنده 5 سنين ومش فاهم حاجة في الدنيا، وبتتحول لشخص بدأ يميز الفرق بين الأصفر والأخضر، وأكبر همه كان يحفظ جدول الضرب. أصعب حاجة في النمو إنك تقدر تميز الصح من الغلط بوضوح، وما تقدرش تعمل حاجة مهما بعدت عن الحاجات الوحشة. لسه في طاقة سلبية يمكن تكون من الكون عشان يختبرك، وساعتها عندك اختيارين: يا تستسلم للاختبار وتفشل وتضطر تتحمله سنين طويلة، يا تستخدم كل قوتك وتتجاوز الاختبارات دي وتوري الكون إنك قدها، وتجرب كتير لحد ما أخيراً الكون يثق بيك ويقول كويس يا ولد، الوقت جه لبداية الحاجات الكويسة. مش هطول، أنا فاطمة، ودلوقتي وأنا بكتب لكم ده عندي 30 سنة، حاسة بين إني أتكلم وما بتكلمش، عشان الحاجات اللي حصلت لي اتكلمت فيها مع شخص واحد بس، واللي فتح لي الطريق. عشان كده خايفة أتكلم، لكن أتمنى من تعليقاتكم أحس شوية بالدعم اللي كنت باخده من حد تاني زمان. صعب جداً تلاقي حد يفهمك تمام ومش يستغل ظروفك. للأسف أسوأ حاجة حصلت لي كانت كده. هتكلم خطوة بخطوة عن كل حاجة وعن أسوأ حاجة حصلت لي في حياتي. دايماً لما أصحى الصبح وأمي تصحيني بصوتها العالي والنعسان والضعيف، كنت أصحى من أول مرة، وبعدها لما أطلع من أوضتي كانت تعمل لي فطار سريع، وساعات كتير كانت تنام تاني وتصحيني متأخرة. عشان كده تأخري شوية في المدرسة حصل أكتر من مرة، لكن من 5 مرات كانت تيجي مرة واحدة بالكاد. مش كانت صبورة، ومع مرور الوقت لما كبرت شوية تقريباً من الصف الرابع بقت بس تصحيني وما بقتش تهتم إذا صحيت ولا لأ، أكلت فطار ولا لأ، وبعدها كانت تاخد راحتها وتنام. دايماً لما أروح المدرسة أشوف باقي الأطفال ماسكين إيد أمهاتهم ورايحين المدرسة، وكتير منهم حتى وقت الفسحة أمهاتهم يجيبوا لهم أكل، لكن أمي كانت بس لما كنت صغيرة قوي ومش قادرة أميز الشوارع تيجي معايا عشان ما تهش. دلوقتي مش عايزة أشتكي من الأيام دي، بس وقتها كان مهم ليا ليه أمي مش بتيجي المدرسة. أكبر همي في حياتي كان ده، ومع ذلك كنت أحبها جداً. لما كبرت فهمت سبب تصرفات أمي وقتها، ووجعني جداً. عمري ما سألتني فاطمة عملتي الواجب؟ النهاردة حصل إيه؟ عملتي إيه في المدرسة؟ خدتي كام درجة 20 لحد دلوقتي؟ أول مرة فهمت معنى الدرجة الكاملة كنت فرحانة جداً، ورجعت البيت وجريت على أمي في المطبخ وهي مكشرة وبتعمل الأكل، هفطة وجري على السلم ولوح بدفتري في إيدي. قلت لها: ماما شوفي درجتي، خدي 20. هي ضاقت عينها وبصت على الدفتر بدون ما تهتم بالدرجة، وأخدت الدفتر وما كملتش شغلها، وقالت بس كلمة واحدة: كويس. مش كنت متوقعة منها أكتر من كويس، ده كان كافي. دايماً كنت أسأل نفسي ليه رد فعل أمي مختلف عن باقي الأمهات اللي بشوفهم في الأفلام أو المدرسة. بصيت على الدرجة تاني وحسيت إن في حاجة أكبر من 20. المعلمة كانت حطت لي ستيكر على الدرجة، ولما افتكرت الستيكر فرحت تاني ورفعت الدفتر. قلت: ماما شوف، المعلمة حطت ستيكر. هي خبطت بالمعلقة على الحلة وبصت لي بعينيها الفارغة وقالت: كفاية يا فاطمة، خلاص فهمت، بقالك 5 دقايق بتعملي دوشة،
كفاية. خدت الدفتر ورجعت أوضتي حزينة وقلبي متكسر. فكرت يمكن أنا فعلا غلطت. قررت أوري بابا، أكيد كان هيفرح. بصيت على الساعة، حوالي 1 وبابا يجي حوالي 6. قررت ألهي نفسي لحد ما يجي، وبهالفكرة الصغيرة رجعت الفرحة مكان الحزن اللي أمي سببت له في قلبي. حتى اللحظة دي نسيت. بعد ما خلصت واجباتي لعبت مع نفسي لدرجة إن الساعة عدت عليا حوالي 7، واتضايقت شوية إني ما خدتش بالي من الوقت. أخدت دفتري تاني وجريت على أوضة بابا. لما كنت على بعد خطوتين من أوضته سمعت صوت صراخ وعويل، كلام كان بالنسبة لي 7 سنين كتير وما كنتش فاهمة منه حاجة. كنت سامعة صوت مامتي بس وهي بتزعق: ما عندكيش جرأة على أي علاقة يا مسكينة، دايما لازم تلجئي للناس التانيين، ولما الموضوع يخص بنات عمك بتعمليها كويس، بس لما يجي دوري أنا بتتصرفي بطريقة غريبة. بعد ما سمعت صوت حاجة بتتكسر اتراجعت خطوة ورا وسمعت صوت بابا وهو بيزعق: سكتي يا عيل، حتى ليلة واحدة ما تنفعش معاك، اللي حصل معاك 1000 مرة ندمان عليه، لو ما كانش فيه الطفل زمان كنت رميتك برا. ضحك مامتي جه مرة واحدة وخفت شوية وحبيت أروح أوضتي، لكن كلام مامتي خلاني أقف مش قادرة أتحرك. دي ما كانتش المرة الأولى اللي كنت بخاف من خناقتهم، دايما بيتخانقوا وكل مرة فيها إشارة ليا، ومامتي كانت دايما شايفة وجودي حاجة وحشة وكانت بتقول إني السبب اللي منعها توصل لحبها. مرة وأنا برسم وردة على منضدتي في الجنينة سمعت ضحك مامتي وهي ماسكة إيد راجل ما كنتش أعرفه، أول مرة أشوفه. بعد ما بسحى على خدها خفت إنه يشوفني. الراجل قرب مني وحط إيده حوالين خصر مامتي وبعدين نزل شوية لتحت. وقتها ما كنتش فاهمة أي حاجة، بس كنت ببص ومخزنة الصورة في دماغي. لما مامتي بصت لي سحبت إيده بسرعة وجت عليا بعصبية: فاطمة، انتي هنا بتعملي إيه؟ مش قلتلك ما تجيش من أوضتك؟ الراجل اللي كان مع مامتي شافني وبصلي، قرب وباس خدي ومسح على راسي. في الأول كنت خايفة من حراسة مامتي، بس الراجل ده أول مرة حد عاملني بالمودة دي. حسيت قلبي بيتحرك وكنت عايزة أقرب منه. من غير ما اهتم بكلام مامتي ابتسمت له، ولما شاف ابتسامتي اتعمق وابتسم. خجلت وحطيت راسي على دفتري وبدأت ألون وردتي. اتحركت وابتسم وباس خدي تاني، ولما مامتي بصت فهمت إني ما ردتش. مسك إيدي ورفعني، وفي الحركة دي إيدي اتجرحت وخط أحمر كبير وقع على وردتي. بكيت وبصيت له بعيوني المبلولة. مامتي كانت بتزعق: مش معاكي أنا؟ مؤخراً ما بتسمعيش، فاطمة لازم تتعاقبي، 100 مرة قلتلك لما باباك مش موجود خليكي في أوضتك. وهي كانت بتسحب إيدي وتتكلم، وبسبب قصر قامتي اللي ساعات برفع فيها رجلي على الأرض وحاولت أظبط خطواتي معاها عشان ما أقعش، كانت بتقول: اللي بيضطر يتحملك بالليل على الأقل ما تزعليش النهار. الراجل اللي كان مع مامتي حاول يمنعها، بس مامتي مهتمتش وسحبتني للغرفة وأنا بعيط بصوت وراعي، هي مهتمتش. دخلت أوضتي وقفلت الباب وسمعت صوت الزعيق بتاعها: لما باباكي يجي ما تطلعيش من الغرفة. كبرت وفهمت إن مامتي ما كانتش فاهمة معنى الأمومة، وإن أنا ما كانش عندي أم حقيقية في حياتي. مرة لما خالتي كانوا في البيت كانت في فرحة ومحدش اهتم بيا قوي، بس كنت مبسوطة شوية إني بشوف ناس جديدة. ليلة لما نمت خايفة أوضتي كانت ضلمة وحسيت بظلال كبيرة على الحيطان. صرخت وبجريت من أوضتي. أوضة بابا ومامتي كانت منفصلة وما كنتش عارفة أروح على فين، وكنت ضايعة.
في اللحظة دي حسيت إني بخاف من أمي قد خوفي من الظلال اللي كنت شايفاها. في لحظة قررت أروح عند أبويا. كنت بمشي بسرعة وبصرخ، ومن صوت صراخي سمعت صوت أمي ورايا بتجري ورايا وبتسألني في إيه. فتحت باب أوضة أبويا وجريت جوه من غير ما آخد بالي من الموقف، بس شفت إن أبويا عريان وخالتي كمان عريانة، وخالتي زي أبويا ما كانش عليها حاجة. ما كنتش فاهمة بيعملوا إيه، بس كنت عارفة إن وجودهم مع بعض وهم عريانين مش حاجة كويسة. أمي دخلت ورايا الأوضة، ولما بصيت عليها شفتها مصدومة وبص عليهم. جوز خالتي اللي شكله صحي من صراخي دخل الأوضة هو كمان، وكان حاله زي أمي. البيت دخل في سكوت مرعب، وبعد شوية صوت صراخ أمي وشتايم جوز خالتي كسروا السكوت. خفت تاني ورجعت لورا وأنا بتفرج عليهم وهم بيتخانقوا. جوز خالتي ضربها بالقلم، وأمي كانت بتشتم أبويا، وأبويا بيرد عليها بقلة أدب. أمي ضربت أبويا بالقلم وخرجت من البيت، وبعدها خالتي وجوزها خرجوا كمان. أبويا لف وشه ناحيتي وهجم عليا وقال: كله بسببك يا كلبة، مين قالك تمشي في نص الليل في البيت وتصرخي؟ مش قلتلك 1000 مرة تسكتي وما تعليش صوتك؟ خطى الخطوة الأخيرة ناحيتي وحسيت بدماغي لفت. حطيت إيدي على وشي ووداني وبصيت له وهو خارج. بعدها ما بقتش بخاف من الظلال اللي في أوضتي. طول ما أبويا وأمي موجودين الظلال كانوا أحسن صحابي. عدت شوية سنين على اللي حصل، وبقيت صاحبة واحدة من أيام الثانوية اسمها سكينة، ولسه صداقتنا قوية. كنت دايماً بكلمها أو أخرج معاها، وحتى لما دخلنا الجامعة دخلنا نفس الجامعة وكنا بنروح دروسنا سوا. في آخر يوم كنت رايحة الدرس، كنت متحمسة جداً وجهزت نفسي بحماس. بعت رسالة لسكينة عشان نتفق، وقلت لها تكون قدام البيت بعد 10 دقايق. شلت الشنطة على كتفي وخرجت من الأوضة. شفت مريم وهي بتنظف السيراميك. من وأنا صغيرة وهي وجوزها عايشين عندنا، ودايماً كانوا طيبين قوي، يمكن أطيب من أهلي كمان. كانوا ساعات بيحنوا عليا زي ما بابا وماما بيعملوا، عشان كده كنت بحبهم أكتر. بوست خد مريم وودعتها بصوت عالي. بصت لي وهي بتضحك وقالت: خلي بالك من نفسك يا بنتي. وأنا بنزل السلم رديت بصوت عالي: حاضر يا ماما مريم. وأنا بنزل شفت أمي كانت واقفة بتبصلي بوش مكشر. قالت لي: رايحة فين يا شيخة؟ سلمت عليها بهدوء وحاولت أتكلم براحة عشان ما ردش عليها كتير. قلت لها ده آخر يوم في الكورس. طلعت سلمة ناحيتي وأنا رجعت سلمة لورا، وبدأت تسمعني كلام أسوأ من العذاب. على حجة دروسك، بقيت بتلفي في الشوارع زي البنات اللي ملهاش أهل، كل أسبوع برا، ولا بتقولي بتروحي فين، بتقرري لوحدك وتخرجي من غير إذن. الله أعلم بتدرسي ولا بتعملي بلاوي مع سكينة دي. ما كنتش عارفة أنا عملت فيها إيه عشان كل كلمة تطلع من بقها تخليها تظلمني، وأنا لا كنت غلطانة ولا مأذية حد. كنت بنت مؤدبة ودرسي كويس، حتى وأنا صغيرة محدش كان بيكلمني أصلاً عشان أعمل شقاوة. اخترت اتجاهل كلامها، ما بصيت لهاش وعديت من جنبها وخرجت. بعد ما اتقبلت في الجامعة كل حاجة اتغيرت، حياتي اتقلبت لدرجة إني ما كنتش مصدقة. يوم ما النتيجة ظهرت جريت على مريم وأنا طايرة من الفرحة، ووريتها الورقة وحضنتها. فرحت عشاني وبصت في الورقة وقالت كعادتها: الحمد لله. رجعت عشان أروح أوضتي، ما اهتمتش بابويا وأمي اللي قاعدين على الكنبة. وأنا ماشية عيني جت في عين أبويا، كان باصصلي كأنه مستنيني أفرح قدامه، بس ما عملتش كده. هو اللي بدأ الكلام وقال: فاطمة، هات الورقة اللي في إيدك أشوفها. قلبي ساعتها رعش، دي أول مرة يهتم بدراستي. ما كنتش عايزة أوريها له، بس من الأدب رحت وودت له الورقة. كانت أول مرة أشوفه بيضحك، وأمي قاعدة بعيد بتبص علينا. بص في الورقة وقال:
ما كنتش فاكر إنك بتحبي الطب. طبعا ما كانش فاكر، هو أصلا ما كانش يعرف حاجة ولا عمره اهتم. كنت عايزة أرد بس سكت احتراما. قلت له بهدوء: من وأنا صغيرة كل ألعابي كانت عن الطب. كنت بمسك السرنجة وادي العرايس حقن، ومرات كنت أتعور من الإبرة. كنت بحب المجال ده من زمان يا بابا. حاولت أتكلم من غير ما يبقى كلامي فيه تريقة. دي أول مرة يحس بحاجة تخص طفولتي، كأنه فعلا عرفني. بصلي شوية وأنا حولت نظري عنه. طلعت الأوضة، رميت نفسي على السرير وحطيت الورقة على المكتب. قعدت أبص من الشباك على عم رجب وهو بيروي الورد. كنت سرحانة قوي لحد ما باب الأوضة اتفتح. لفيت وشي أمي. أول ما شفتها طنشتها وبصيت على الجنينة. حسيت بيها وهي واقفة جنبي. خدت الورقة من قدامي وقالت من غير ما تبصلي: فاطمة، عايزة أعمل حفلة صغيرة نجاح ليكي، تبقى هدية قبولك. مش عارفة اتدربت قد إيه عشان تقول الجملة دي من غير كره، بس أنا ما كنتش حاسة بأي صدق فيها، ولا الكلام الحلو ده كان لايق عليها. حسيت بالغثيان. مسكت كتاب من على المكتب وبدأت أقلب صفحاته وأنا بقول: أنا ما بحبش حفلات العيلة، لو عايزة تعملي اعملي لوحدك، أنا مش جاية. سكتت وما قالتش حاجة. أيوة، وأنا مكانها ما كنت هقول حاجة برضو. كل حاجة كانت ماشية كويس، بس أول ما ظهرت خربت مزاجي. حتى حنيتها ما كنتش طيقاها. عدت من جنبي وسابت الأوضة من غير كلمة. جوه قلبي كنت بدعي إنهم ينسوا موضوع الحفلة، وأنا فعلا ما كنتش محتاجاها. آخر الأسبوع أنا وسكينة وكذا واحدة من زمايلنا اتفقنا نعمل حفلة التخرج من الثانوية، وكنت متحمسة ليها جدا. يوم الحفلة لما كنت راجعة البيت، أنا وسكينة كنا بنضحك لدرجة بطني وجعتني. كان يوم جميل قوي. وصلت لحد باب البيت وهي لسه واقفة معايا. كنا بنتكلم ونفتكر أيام المدرسة ونضحك. وقفنا شوية زيادة، ولما سكينة مشيت بابا فتح الباب، والأول مرة شفته بيضحك. خرج وقال بصوت عالي: أهلا يا بنتي. ما كنتش مصدقة نفسي. هو ده نفس الشخص اللي كان بيقولي السلام بالعافية وما كانش حتى بياخد بالي إني موجودة؟ ضحكتي راحت لوحدها. سلمت عليه بهدوء ودخلت من غير ما أبص ورايا أشوف رد فعله. بقوا غريبين اليومين دول، حتى علاقتهم ببعض بقت أحسن. دخلت المطبخ عشان أقول لمريم مدام صباح الخير، لكن لقيت أمي واقفة عند البوتاجاز بتقطع الطماطم بهدوء. ولما شافتني ابتسمت ابتسامة غريبة وقالت لي: إيه ده؟ أخيراً جيتي. روحي غيري هدومك وتعالي كلي، باين عليكي تعبانة. الجو كان يخنق. خرجت بسرعة من المطبخ ورحت أوضتي أستخبى فيها. قلت لنفسي: إيه اللي جرالهم؟ كأنهم فجأة افتكروني بعد 17-18 سنة. لبست زي ما أمي كانت عايزة ونزلت تحت. أول مرة أشوف أبويا وأمي بيضحكوا سوا. أبويا بيبتسم وأمي كمان بترد عليه بالضحك. وأول ما دخلت الاتنين بصولي وضحكتهم وسعت أكتر. ضحكت ضحكة مجاملة وقعدت على السفرة. كانوا بيهزروا وبيضحكوا وأنا كنت بضحك من الفرحة من كتر الاستغراب. أول مرة أشوفهم كده مع بعض، واللحظة حسيت إني كنت بتمنى لو كانوا كده من البداية. بس الذكريات اللي كنت بحاول أنساها رجعت وخلت الأكل يعلق في زوري. أكلت بسرعة عشان أهرب من المكان. عدى وقت طويل ووصلت آخر ترم في الجامعة. أبويا وأمي بقوا كل يوم أحن من اليوم اللي قبله. كانت آخر الأيام اللي بروح فيها الجامعة، وسكينة كانت أغلى حاجة عندي. حكيت لها عن حياتي كلها من أولها لآخرها. كانت دايماً شريكتي في الضحك والحزن، وكنت بثق فيها زي ما بثق في نفسي. في يوم عادي وإحنا داخلين الجامعة، معصومة جريت علينا. تصرفهم كان غريب، بقالهم فترة مش بيتكلموا معايا زي الأول. بس أنا كعادتي بهزر واضحك رغم إنهم كانوا ساكتين ومش بيردوا. ولما كنا راجعين، سكينة قالت لي ببرود:
فاطمة، أنا رايحة بيت خالتي، ارجعي لوحدك. ضحكت لها عشان ما تحسش إني زعلت، بس كنت مستغربة جدا لأنها عمرها ما كانتش بتروح مكان بعد الجامعة، وخصوصا إن خالتها أصلا مش ساكنة في منطقتنا. كأنها نسيت إنها قالت لي كده قبل كده. كنت دايما بحكي لها عن أحلامي ومستقبلي اللي كنت شايفاها جزء منه. رجعت البيت وأنا زعلانة جدا. كنت فاكرة إنها زعلانة مني، بس مش عارفة ليه، لأني ما عملتش فيها حاجة. دخلت لقيت أمي بتساعد عم رجب في ري الزرع. سلمت عليها بسرعة، ابتسمت لي وقالت: نورتي يا دكتورتنا. ضحكت وشكرتها وطلعت على الأوضة. فتحت الموبايل، اتصدمت لما شفت أكتر من 100 رسالة من معصومة. قلبي وقع. بدأت أقرأ الرسايل من الأول، وكانت بتقول: فاطمة، انتي صاحبة كويسة، وأنا عارفة إنك مش بنت وحشة، بس في حاجة حصلت لازم أقولك عليها، مش عايزة تتأذي أكتر. الموضوع عن سكينة والكلام اللي بتقوله عنك. يمكن تفتكري كلامها كويس، بس أنا مستغربة إزاي قريبة منها كده. بس حبيت أقولك تبعدي عنها شوية وما تحكيلهاش كل حاجة. أنا مش بنت وحشة، بس حسيت إن ظلم بيحصلك. سكينة مش الصحبة اللي فاكرة إنها هي، ولو عايزة أبعتلك الرسائل اللي قالتها عنك هبعتها، بس بالله ما تقوليش إني أنا اللي قلتلك. مش عايزاها تعملي مشكلة. ضميري مرضيش أسكت. في الأول ما صدقتش، بس حسيت بشعور غريب. ولما بعتتلي الرسائل اللي كانت من سكينة وجعت جدا. حسيت بالوحدة وبالخيانة. كانت بتحكي لمعصومة عني بطريقة تانية خالص، حتى كانت بتسخر من لبسي وشكلي. وأكتر كلام وجعني لما افتكرت اليوم اللي أمي كانت بتزعقلي فيه قدام الناس، وسكينة كانت بتقولي إنها حاسة بيا. لكن الرسالة بتقول إنها قالت لمعصومة: مش عارفة هي بتعمل إيه يخلي أمها تكرهها كده. إزاي بنت تكره أمها كده؟ كنت تايهة، مش عارفة أعمل إيه. كنت عايزة أكلمها وأقول لها كل حاجة جوايا. كنت حاسة إني اتخانت من أقرب إنسانة ليا، من أقدم وأغلى صحبة عندي. الدموع كانت بتنزل من غير توقف، ولما أمي دخلت الأوضة مسحت دموعي بسرعة. قربت مني، حضنتني. كانت أول مرة تحضني بالشكل ده. عيطت في حضنها لحد ما نمت، ولما صحيت نزلت تحت. حبيت قهوة شوية، فخرجت وتمشيت حوالين الجنينة. كنت سرحانة وفجأة سمعت صوت أنين. في الأول فكرت حد بيتعذب هنا، لكن لما شفت الموقف تجمدت. أمي كانت ملاصقة للشجرة، وعم رجب. كنت فاكرة إن أمي هي اللي رتبت الموضوع، بس لأ، الموضوع كان غريب. عم رجب اللي عنده مراته وولاده، كأن الخيانة بقت عادية في البيت. حسيت بالقرف من الناس. ركضت ناحية البيت، وفي النص قابلت مريم، وبصيت في وشها المظلوم شوية. قد إيه كانت مظلومة، ضيعت شبابها كله على رجب. ودلوقتي سحبت بصتي ورجعت البيت بسرعة. بس لما سمعت صراخ مريم فهمت إن الموضوع اتكشف. كنت في أوضتي، واللي حصل كان زي الأصوات اللي كنت سمعاها وأنا صغيرة. صوت صراخ أبويا وشتايم ماما. ماما كانت بتقسم على روحي إنها ما عملتش حاجة. كنت عارفة إنها ما اتغيرتش، كله تمثيل. ما قدرتش أتحمل ونزلت تحت. لقيت ماما بتعيط، وأبويا اللابتوب على ركبته، ومريم بتعيط، وعم رجب واقف متكسف ماسك الحيطة. صوت أبويا كان عصبي جدا. فاكرة البيت ده ملوش صاحب،
مش علشان حطيت كاميرات هنا من فراغ. كان بيدور على حاجة، وماما كانت مضغوطة جدا. أبويا ركز في حاجة، واللي سمعت صوته من الجنينة طلع من اللابتوب. رمى اللابتوب على الأرض وبدأ يسب عم رجب وعايزه يخرج من البيت بسرعة. عم رجب وقع في فخ ماما وتم طرده. بعد طرد رجب، أبويا قال لماما لازم تجمعي حاجتك وتخرجي من البيت بسرعة. طبعاً أنا كمان ما كنتش بحب أبويا، بس كان أكتر من ماما بيهتم شوية، يمكن 2% أفضل. ماما من الأول كانت بتكرهني، ومع اللي حصل مع سكينة اللي نستني الموضوع بقى عادي. الأيام الصعبة عدت، وحياتي المفضلة بدأت بعد ما خلصت الجامعة. كنت بدرس في التخصص اللي بحبه وبحاول بجد لتحقيق حلمي. لما شلت الصحاب السامين من حياتي بقت أحسن بكتير. حتى غياب أمي خلاني أتقدم جامد، سواء في شخصيتي أو دراستي أو في كل حاجة، خصوصاً لما بعدت حياتي عن عيلتي. من اليوم ده والراحة دخلت حياتي أكتر. شكراً لأنكم فضلتوا معايا لآخر الفيديو. ادعموني باللايك والتعليقات بتاعتكم. بحبكم جداً. للقصة الجاية، مع السلامة.